اهو ده اللي شربنا المر بشاليمو. ازيكم؟ النهارده بقى هنروح مع بعض ستاربكس اللي في مول مصر، فرع كبير جدا لستاربكس هناك وزحمه جدا جدا. فتعالوا نشوف هنجيب ايه من ستاربكس يكون اجدد حاجه وكمان اكتر حاجه مشهور عندهم. دي الفاترينا بتاعه الساندوتشات والحلويات والكرواسونات والشاشات، دي كلها بتعرض الحاجات الجديده اللي نازله عندهم جديد او الاكثر مبيعا او الاكثر طلبا. قعدت في الحته اللي قدام الستاربكس دي كده في النص، عايزه اقول لكم ما كنتش لاقي مكان اصلا اقعد. اول حاجه طلبتها كان اسمه دولتشي ديليتشي، دي حاجه كده زي ما هم وصفوها لي، مسكره وفيها قهوه في نفس الوقت، وطلبت من على وشها كريمه، ودي ما كانتش محتاجه ان انا احط فيها سكر خالص. ومن الحاجات الاكثر مبيعا يعني عند ستاربكس الكوباية السمول ديت او اللي هي الميديم، في حجمين، ده الحجم الصغير ب75 جنيه، كان تحفة بصراحة، كان حلو قوي. تعالوا بقى ندوق معاها الكرواسون، دي كرواسونايه كده ب40 جنيه سادة، كانت كرواسونايه وحيدة شريدة في الفاترينا، فقلت لا لازم اجرب بقى الكرواسون مع القهوة بتاعتي ام فوم وبتاع، عشان نعمل بقى زي الفرنساويين. بس هو ناشف جدا وبايت قوي، وكمان لما هم سخنوه يعني تحس ان هو نشف منهم اكتر. محمود بيقول لي انت بتعملي ايه؟ بقول له استنى بس عليا، ايه خليك واثق فيا، هم الفرنساويين بيعملوا كده، بيغمسوا الكرواسون في الفوم او في الوش بتاع الكابتشينو او الدرينك بتاعهم. كانت حاجة عادية جدا، ما حسيتش بأي يعني تميز أو اختلاف، إضافة إلى إن الكرواسون ما كانش أحلى حاجة في الدنيا، كان بايت جدا وممكن نجيبه من أي فرن عادي جدا، معرفش ليه ب40 جنيه. تعالوا نخش على الدرينك اللي بعده، وهو كان طلب أدهم بقى. طبعا كل حاجة عارفين عند ستاربكس كل كوباية بيكتب لك عليها اسمك او اسم اللي هيشربها. دي كانت حاجة من غير كافيين خالص، اسمها بينك فرابي. بينك فرابي ده انا كنت بحسبه بالفراولة، هو اولا كده ب90 جنيه، كنت بحسبه بالفراولة، ما طلعش بالفراولة، طلع بالمورد، يعني البامبي ده مش فراولة، لا هو بطعم المورد. خد يا ادهم بقى دوق بقى وشوف رأيك ايه. تعالوا نخش على السندوتشات بقى. ده ساندوتش اسمه سيراتشا، تمام، ده بالقطع الفراخ والجبنة والصوص سبايسي شوية. اول حاجة كان العيش اللي هو البني ده كان طري جدا وفريش جدا. الفراخ كانت متقطعة مكعبات، هي صدور متقطعة مكعبات ومتبلة بتتبيلة هندية كده، حتى انا بعمل لكم نفسي هندية اهو، يعني توابل هندية كده، توابل واضحة وقوية جدا، كاري وكركم وبابريكا وحاجات زي كده. الجبنة اللي محطوطة سايحة كويس. السراتشا دي طعمها حلو حراق شوية فعجبني. تعالوا نخش بقى على ثالث مشروب والاخير، وهو وايت موكا بالاوت، اللي هو حليب الشوفان، وده من المشروبات الجديدة برضو زي المشروب البينك كده بالظبط، من المشروبات الجديدة اللي عند ستاربكس. فقلت لا نجرب بقى حاجة ساعة كده ترطب على قلبنا. اول ما دقت مرار الايام، مر بطريقة مش طبيعية، اهو ده اللي شربنا المر بشاليمو، فظيع بصراحة. حتى لو يعني انا تخيلت انا لو حطيت 3 كيلو سكر في قلب الكوباية دي مش هيعملوا لها اي حاجة. فالوحيد اللي عجبني هو الدولتشي ديليتشي، حلو جدا، سكره مظبوط، القهوة اللي فيه انت حاسس بطعمها، في نفس الوقت طعم كريمي بتاع الحليب برضو. اللي بيحب طعم حليب الشوفان او المرارة بتاعته هو اللي يحب اللي بحليب الشوفان ده. تعالوا نخش على اخر ساندوتش معانا، وهو ساندوتش التركي المدخن، وده انا كنت بطلبه من محلات كتير زي لابار مثلا. كان بيبقى تركي حقيقي يعني، هو بس هنا التركي ده عبارة عن لانشون الفراخ، يعني مش تركي، مش صدور تركي مدخنة، لا، ومعاها جبنة موتزاريلا ومعاها صوص بيستو اللي هو الصوص الاخضر اللي انتوا شايفينه ده. العيش ما كانش فريش، جودة التركي المدخن نفسه يعني كانت لو كواليتي خالص. صوص البيستو طعمه ما كانش افضل حاجة، الجبنة الموتزاريلا ما كانتش سايحة اصلا في الساندوتش كويس، فما عجبنيش بصراحة. فانا بقول لكم ان هو ايه، لو كواليتي، يعني الجودة بتاعته قليلة، مش ساندوتش اخده من ستاربكس. فاكتر حاجة عجبتني النهاردة هي المشروب الدولتشي ديليتشي والساندوتش بتاع السراتشا ده. بصراحة السراتشا كان ب110 والتركي المدخن كان ب100 جنيه. ده كده كانت تجربتي مع ستاربكس، حاجتين بس هما اللي عجبوني، الحمد لله ان هما عجبوني.
قولوا لي انتوا بتطلبوا ايه من ستاربكس. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.